ألف مليون مبروك لأهلي وأخواتي وناسي في مصر، استحقيتوا هذا الفوز بكل صراحة. أنا ما أقدر أني أقول غير ألف مليون مبروك لكم، أخذتوها بالملعب وبرجوله. وهارد لك للشعب السعودي على هذه المباراة الكارثية، هي في النهاية ودية وما نبغى نزرع أي فتنة بيننا. اولا الف شكر ليك يا راجل يا محترم يا سعودي يا اللي اخلاقك عاليه. وتاني حاجه هارد للشعب، هارد لك للشعب السعودي جميعا، والف مليون مبروك للمنتخب المصري. فتعال نشوف كلام الراجل الجميل ده ايه. يلا بينا. أنا أعتقد إني اكتفيت، ما أبغى أكمل المباراة الكارثية. مبروك لمصر، مبروك لكوتش حسام حسن بالتكتيك اللي أنت تعودت عليه في أفريقيا، لعبت وفزت فيه على السعودية واستحقيت الفوز. ألف مليون مبروك للمنتخب المصري. في الأول وفي الأخير إحنا أخوان وكلنا واحد، ولا أبغى حقين الفتنة يستغلون مثل هذا الحدث الرياضي. كلنا واحد، ومبروك لمصر وللشعب المصري العظيم. أما لما نتكلم عن المباراة، تكتيك مصر هو دائما عقدة لهيرفي ريناد. تاريخيا 4 خسارات من أمام مصر و3 تعادلات، يعني مصر داعسة على وجه هيرفي ريناد بقوة، ومصر لها أفضلية على هيرفي ريناد بقوة. لما أتكلم بجانب منتخبي أنا السعودي، صراحة أداء يفشل زي العادة، أداء كارثي زي العادة، أداء أقسم بالله كرهني في المباراة وكرهني في الكورة. يعني والله أني سعيد وفرحان للأداء اللي يسويه المنتخب المصري والتكتيك في الكتناتشو الخرافي، لكن في نفس الوقت لما أشوف منتخب يلعب بذا الشكل والله أنه يضيق صدري. يا أخي حرام عليكم، خربتوا الكورة. والله يا اتحاد ياسر المزحل، احترم نفسك وانسحب، احترم نفسك واطلع مع أقرب باب. يا رجل صنعت منتخب ركيك، منتخب هزيل. هذا منتخب ما يمثلني. ايش نروح نسوي في كأس العالم قدام كاب فيردي والأورجواي واسبانيا؟ نقعد شنطتنا ونمشي على طول ب5 وب6 وب7؟ إذا هذا الأداء اللي عندك إيش تسوي؟ يطلع لي السباك هيرفي رينارد اللي ما أقدر ألومه، أنا ألوم اللي جاب هيرفي رينارد للمنتخب السعودي. يقول لي والله مشكلتي أنا في اللعيبة الأجانب. يا رجل أنت في كل جولة عندك 54 لاعب سعودي يشارك أساسي، في المقابل 54 لاعب يقابلون لعيبة هاي كواليتي. يعني هذه فايدة للاعب السعودي وفايدة للمنتخب السعودي، أنت ما عرفت تستغلها وأنت ما عرفت توظفها. صراحة والله ما أبغى أتكلم كثير على هيرفي رينارد، لأني ما أبغى ألومه. أنا أبغى ألوم اللي رجعه بعد ما سحب علينا وراح يدرب فرنسا للسيدات. ألف مليون مبروك لأهلي وأخواتي وناسي في مصر، استحقيتوا هذا الفوز بكل صراحة. أنا ما أقدر أني أقول غير ألف مليون مبروك لكم، أخذتوها بالملعب وبرجوله. وهارد لك للشعب السعودي على هذه المباراة الكارثية، هي في النهاية ودية وما نبغى نزرع أي فتنة بيننا.